يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يسعد لي اوقاتكم يا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم فيديو جديد. انا مروه هم. اذا كنتوا جداد على قناتي لا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم كل شي جديد مني انا بنزله. هلا خلونا نقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبلش فيديو اليوم. مثل ما لكم شايفين كان روتين اليوم. بلشت لكم فنجان قهوة مشان هيك نرجعكم لهيك الذكريات. قبل يعني شفتوا ما بحسن بساوي فيديو إذا ما في قهوة. وهون مثل ما لكم شايفين بعد ما شربنا قهوة هون قبل بنهار كنت اخذ بناتي على دكتور. فما هيك ارتاحوا كتير. فتاني يوم رجعت اخدتهم ضربتهم ابر مشان الاستفراغ. العفو منكم عم بيستفرغوا كتير واي شي عم بدخل على معدتهم عم يستفرغوه. فهيك شوي يعني بعد تقريبا 3-4 ايام بناتي بلشوا يمرضوا وتغير عليهم الجو وهيك واخدوا برد وهيك عرفتوا. اللهم صل على النبي. هنا حبيت اصور لكم من بإدلب يعني سرمدة هاي المنطقة. فهيك حبيت اشارككم. هون تقريبا انتو رايحين من دهنا لسرمدة، انتو رايحين هيك هذا الطريق يعني. وكان كتير هيك الأجواء حلوة وهيك شايفين الزحمات وما شاء الله يعني الأجواء بتجنن وكتير هيك مريحة. وفي صبية قبل ما أنسى ببداية الفيديو رح أتذكر، في صبية كتبت لي إنه رح نشيل شنطي بالمعبر وأنا رح أنزل لأني لحالي. هلا طلعوا للصراحة هي ما في شيل شنطي، بس إجباري وقتكم توصلوا للمعبر انتو حاطين شنطيكم في سيارة. وقتكم تنزلوا من هالسيارة بدكم تنقلوهم لقلب المعبر، عرفتوا؟ فبقى وقت تدخلوا على المعبر بتحطوهم بمكان معين بالمعبر، ووقت اللي بدكم تبلشوا تدخلوا من معبر التركي يعني ياخدوا منكم اوراقكم وهيك. هون بجيبوا لكم هن بقى عربية وتحطوا فيها كل اغراضكم. هلا الصبية بما انك انت عم تقولي دا انزل لحالي واكل هم، ففي كتير كتير ناس هناك بيساعدوكي يعني. هلا مثل جوزي يعني نزل معي كتير ساعد ناس يعني، حتى في رجال يعني مع اني يعني معهم عيالهم هيك وساعدهم. فعادي هناك اطلبي من اي حدا بيساعدك. في كتير يعني الله يكتر خيرهم يعني، في كتير ناس بتساعد عرفتوا. والله حبيت هيك افيدك في هذا الشي. وفي شغلة تانية فهاد الفيديو الماضي ما حسنت احكيها، مو ما حسنت ما تذكرتها للصراحة لبعد ما نزلت الفيديو، اللي هي انه عن جد يا صبايا اللي بده ينزل هلا مثل انه اذا مرة لحالها يعني من دون جوزها. هلا انا ننزل مع جوزي وابوي عرفتوا. بس اذا في مرة مثلا تنزل لحالها ما مع حدا ابدا، بنصحكن لا تقربوا على على الريحانية. يعني كراج الريحانية لا تنزلوا، ما بنصحكن يعني ابدا بالنزلة بكراج الريحانية. لاني هيك يعني كلها يعني ناس مو منيحة عرفتوا، يعني ناس سرسرية وهيك عرفتوا انه مانن مناح. هلا بتحسنوا بيطالعوكم بسيارة بوصلوكم للمعبر، بس يعني بيستحكموكن عرفتوا. فما بنصحكن للصراحة. ان شاء الله بلكي بالايام الجاي اذا هيك بحسن بحكي لكم ايش صار معنا. بقى مشان هيك عبقلكن انه اذا بتحسنوا بتنزلوا بانطاكيا بعدين تاخدوا سيارة على المعبر احسن، او اذا بتحسنوا بتنزلوا بالريحانية بس يكون حدا بيستناكن بسيارة، تكونوا انه متفقين معه بسيارة على الريحانية بصير كمان. مو ما بخوفكم بس للنسوان انه الاكتر يعني الاصعب النسوان بينزلوا لحالهم يعني صعب شوي هيك بيحسوا، يمكن رح يحسوا بخوف مثل ما انا حسيت فيه. فعم بقلكن يعني هيك حبيت انصحكم والله افيدكم بهيدا الشي. وهيك طولت عليكم بالفيديو كمان والله كتير كتير هيك ما بصح لي. شفتوا بقى بيت الأهل ما بيفضل شفتوا القرايبين والضيوف وهيك، فعن جد ما بصح لي أبدا للصراحة.
فهيك وقت اللي عم يصح لي يعني ان شاء الله رح اصير انزل، بس هيك بقى لحتى دائما لازم بقى اضبط لي فيديوهات. يعني شفتوا بكره جاي رمضان كمان. ما جهزت شي والله، ما عملنا شي يعني. امي بقى قبل ما انزل معزله البيت ومنظفه وهيك، عرفتوا بقى قبل رمضان بتقلي قبل ما يجي بيومين هيك بتقوم تعمل لها هيك مسحه غبره، شطفه نظيفه هيك، عرفتوا. ايه والله. فهي يعني معزله ومخلصه، بس بقى بتعمل لها حوسه نظيفه. ايه والله. وقلت لها يعني مشان زينة رمضان هالبردات، يعني الله وكيلكم ما بينطلع من البيت ابدا من كتر ما برد. وغير هيك ولادي كتير مرضوا، يعني بعد هيك كم يوم لو تغير عليهم الجو، اي والله مثل ما حكيت لكم، ومرضوا كتير. فكمان هذا الشي ما بخليني اني اطلع من البيت مشانهم. ايه والله الحمد لله دائما وابدا. هو هاي الشغلة انه الصعبة، انه بالنزلة بالشتاء انه الاولاد بده يمرضوا. عن جد هي اصعب شي. هن تأقلموا على الجو كتير حبوه، بس بقى مرضوا من الجو والبرد وهيك. ايه والله. فالحمد لله دائما وابدا. مثل ما لكم شايفين هون امي قاعدة تعمل يخنة. والله. فهيك الله وكيلكم يعني هلا عداكم على اليخنة. نزلت لكم الملوخية. كنا قبلها يعني كل يوم كان جاهز، عرفتوا. فلازم يعني واحد بقى يطبخ، عرفتوا. وما قدرت اصور للصراحة، يعني شفتوا بقى نزل جديد عند اهلي. اخجل هيك افتح الكاميرا واصور. فهلا هيك صايرة احسن يعني. وحتى امي بقى لا بدي اصور، تقول لي تعي صوري، يعني اذا بدك صوري صوري، ايش ما بدك صوري. ايه والله الله هيك يرزقهم يا رب ويعطيها الف عافية عن جد. هلكناها لكم، تعبناها كتير هيك بنزلتنا. ايه والله. هي مبسوطة اكيد يعني، ما زعلانة، بس قصدي يعني شفتوا بقى برد وهيك سلامتها يعني. نعم بتبرك الله وكيلكم. فهيك دعوة من قلبكم لأمي، الله يجزيكم الخير يا رب. بشكركم كتير كتير على تعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الحلوة. عن جد الله يجبر بخاطركم يا رب، والله يجبر بخاطر كل صبية علقت لي تعليق هيك حلو. وهيك الله هيك ينوركم مراد قلبكم يعني، يا رب. وهم مثل ما لكم شايفين لفينا الملفوف. امي بقى بلشت تقطع وانا لفيته، وبعدها طبقته ربطته كله طبقته. ما ان هلا امي بدها تساوي بالضغط، مشان هيك ربطته، عرفتوا. ايه بتحطه على الضغط ربع ساعة بستوي. يعني شوفوا شغلاتي مثل شغلات امي وقت اللي بدها تعمل أكلة هيك سريعة أو تكون متأخرة بمساواتها، يعني بتحطها بالضغط عن جد تطلع نفس كأني يعني حطيها على الغاز، إنه وقت طويل. فكتير بتطلع هيك طيبة الأكلة وغير شكل. وهون مثل ما لكم شايفين هون هي كانت الأكلة صارت جاهزة. وكمان حطيت تقديد باذنجان، ما حكيت لكم. كمان عملت تقديد باذنجان، عندها قديد مقددته هي يعني، وهيك سلقته بمي سخنة. وهون حشته كمان كان زاد حشوة يعني، عرفتوا. ايه والله. وهيك اكلنا تعشينا، الله يديم النعمة يا رب ويحفظها من الزوال. ايه والله. يعني اكلات امي غير شكل. يعني هلا بتسألني بتقلي امي انتي بتحطي لها هيك بتساوي لها هيك، بقول لها اعملي انتي مثل شلون بتعمليها انتي اعمليها. انه لاني حابة ادوق اكلات، عرفتوا. ما بدي اعطيها انه اقول لها لا لا تعمليها هيك او شي، خلص يعني اكلات اللي هي طريقتها، عرفتوا. وللصراحة في كتير أكلات هيك بتعملها، يعني صايرة عم بتعلم يعني منها على فكرة. لأني أنا ما تعلمت من أمي الطبخ، عرفتوا. أنا تعلمت الطبخ مني من حالي ومن اليوتيوب. ايه وكنت أسألها أيامها أكلات، بس سبحان الله وقت اللي بتشوفوا غير يعني. ايه بقى هلأ كل ما هي بقى لنا أخواتي في أسرار بالطبخ انتم ما بتعرفوها، أنا بس بعرفها هلأ. ايه بقى إجباري. شفتوا وقت الواحد كل واحد طبخته شكل. وسبحان الله نفس أمي يعني كتير طيب على الأكل. اي والله الله يخلينا إياها يا رب هيك، ويخليها فوق راسنا يا رب. وهون فرجيتكم قلبه شلون هيك الرز مفلفل غير شكل، ما شاء الله طلع كتير طيب. وهيك يعني عم بحاول قدر الإمكان أصور لكم اللي بقدر عليه، لبين ما هيك بقى يعني أتأقلم وهيك أثبت شوي، لبين ما يصير بقى أحسن أصور لكم. وبالنسبة للتصوير برا كنت استنولي شوي ليدفي الجو، لأني عن جد كتير برد، ما بينطلع أبدا أبدا لبرا
من كتر ما لو برد. اي والله. وهلا يمكن ما بعرف يحسن علي عم بحكي وبرجف. لاني للصراحة اولادي منيمتن هنيك وامي نايمة وهيك اهلي، فقلت مالي غير المطبخ. قاعدة في المطبخ عم بسجلكن صوت، شايفين؟ لازم يعني تدعموني كتير كتير بفيديوهاتي لاني عم ببرد لما اسجلكن صوت. اي والله هيك مثل ما لكم شايفين. هيك حطينا العشاء وجهزناه. مو عبقلكم بقى، مو عم بعرف شو بدي صور، فهيك عم بخليكم لقطات طويلة شوية. لا أنا بالعادة قبل كنت أسجل هي أصور وأبرك أمنتج بساعة، يعني من كتر ما أصور مقاطع أو أطول بالتصوير. فهون عم بخدلكم المقطع نفسه وما عم بقصقص كتير، يعني عم بيطلع هو كلياته شكل عام عم بيطلع 13 يا 14 دقيقة مو أكتر. بقى لبين ما قصوا هاي بيروح نص الفيديو الله وكيلكن. ايه بقى هيك والله، لبين ما مثل ما قلت لكم لبين ما اتأقلم وهيك اتعود شوي. ويا سبحان الله جيت لعند امي ولا عاملة المرمرة نفس مرمرتي. قام قالت لأختي شايفة بدك يعني هي عملتي لها نفس مرمرتها عشان ما تنسى مرمرتها. اي والله. وهون كانوا اجوا لعند امي ضيوف كمان، حبيت اشارككم. هيك حطينا موالح وقهوة وفواكه. ولهون هيك هذا فيديو اليوم كان، يا رب يكون عجبكم وحبيتوا وتسليتوا فيه وهيك عم بتحبوا فيديوهاتي وعم تسلوا فيها. وكمان لا تنسوني هيك من دعوة حلوة من قلبكم، وإن شاء الله الفيديوهات جاي تكون أحلى وأحلى يا رب، هيك بوجودكم بحياتي. الله يسعدكم ويجبر بخاطركم يا رب. وهلا بترككم بأمان الله. السلام عليكم.